لما تلاقي الشخص اللي كان موجود في حياتك، اللي كان بيهتم بيك وكان بيحبك وكان بيقرب منك وكان بيجري وراك وكان بيعمل عشانك حاجات كتير جدا، فجأة لقيت الشخص ده ما بقاش عايز يرد عليك، وفجأة لقيت الشخص ده ما بقاش عايز يهتم بالرسائل بتاعتك ولا يهتم بكلامه معاك. تعمل معاه ايه؟ تتصرف معاه ازاي؟ تتصرف مع الاختفاء ده ازاي؟ تتصرف مع التجاهل ده ازاي؟ تحاول ازاي تخلي الشخص ده هو اللي يهتم وهو اللي يقرب وهو اللي يجري وهو اللي يحاول يلحقك بشكل كبير جدا. السبب اللي ممكن يخلي الراجل او ممكن يخلي اي حد يتغير عليك فجأة، يعني كان بيهتم زي ما قلت لك وكان بيتصل، وكنت لما بتتصل بيه بتلاقيه بيكلمك، كنت لما بتيجي مثلا تبعت رسالة تلاقيه بيرد عليك بسرعة جدا، او حتى على الاقل لما كنت مثلا بتتصل بيه تلاقيه بيكنسل ويبدا يبعت لك رساله يقول لك معلش انا مشغول دلوقتي، او تيجي تبعت له مثلا رساله في الشات يقول لك معلش انا اسف مش هقدر اكلمك دلوقتي لان انا مثلا عندي ميتنج، او مثلا انا مشغول، او انا مع اصحابي، او ما عرفتش ارد عليك لان انا كنت مشغول جدا الفتره دي. تمام، لحد كده كويس جدا، ولحد كده الشخص ده ممتاز. وفجاه لقيت الشخص ده اتغير وما بقاش يعمل الكلام ده كله. لازم في الوقت ده تبدا تحط اول احتماليه، ودي احنا بنحطها لوقت معين، يعني مثلا بنحطها لمده شهر، شهرين، 3 شهور، مش اكتر من كده. المده اللي بقول لحضرتك عليها دي انت بتدرس تصرفات الشخص ده بشكل كبير. زي ايه؟ الشخص ده ممكن يكون نفسيا تعبان من حاجه، او الشخص ده متخانق مع حد في الشغل ومش بيقول، او الشخص ده مثلا يكون عنده مشاكل في حاجه معينه، او مثلا ممكن يكون مشغول في حياته بشكل كبير جدا، او مثلا بيذاكر، بيحضر له دكتوراه، عنده حاله وفاه، ايا كان. المهم لازم تبين وعيك الكامل في انك تبدا تحط جواك ان في حاجه حصلت في حياه الشخص ده مخلياه متغير معايا بالطريقه دي، علشان كده انا لازم استحمل، او علشان كده لازم احاول على قد ما اقدر ابين ان انا مستحمل تصرفات الشخص ده معايا، مش اكتر من 3 شهور عشان تبقى فاهم. وخليك فاكر انت لازم يكون عندك وعي كبير جدا بانك تقدر تفرق ما بين ان الشخص ده مهتم ومشغول جدا في حياته، وما بين ان هو مش مشغول ولكن في نفس الوقت هو متجاهل. في فرق ما بين الاثنين، ركز كويس جدا. كلنا عارفين عامه ان الشخص اللي بيكون 60% مشغول، 60% حياته اللي هو انا بص هقول لك 24% هو مضغوط نفسيا ومضغوط في شغله ومضغوط في كل شيء. تمام، اكيد في وقت بيدخل في الحمام، اكيد في وقت بياكل فيه، اكيد في وقت بيحط دماغه فيه على السرير. المهم الوقت ده هيبدا يشوف المسج بتاعتك، هيبدا يشوف اتصالك. مش هقول لك بقى يتصل بيك، لا، هقول لك يبدا يبعت لك رساله يقول لك معلش انا اسف جدا حصل كذا، معلش انا اسف جدا كنت مشغول في كذا، معلش انا اسف جدا ان انا ما ردتش عليك لان كنت بعمل كذا وكذا. صح ولا لا؟ طيب السؤال المهم بقى، ازاي يا بطل تعرف ان الشخص ده مش مشغول ولكن هو مش عايز يهتم ولا عايز يبان؟